عاوزك اول لما حماس تخش القاهره تقوم ماسك مصر دي، تضرب القاهره وتضرب شرم الشيخ والمنوفيه ومقام السيد البدوي، ما تسيبش حاجه. في واحد كده الغرور راكبه والعنطزه مفوره الدم في عروقه، وكان يطلع قصاد الكاميرات ويرفع صباعه ويقول حماس دي لو راحت اي مكان في الدنيا انا هضربهم فيها لغايه لما اخلص عليهم كلهم، وهضرب البلد اللي قوياهم لان دول بيتستروا على مجرمين. حتى بصوا اللي حصل في قطر، حرين بقى. انت متاكد يا عم نينو ان اللي حصل في قطر ده هيحصل في اي بلد في الدنيا، حتى ان كانت الدوله دي مصر؟ اصل خلي بالك الكلام ده كلام رجاله، واحنا مستنيينك تفعل اللي انت بتقوله ده. ايه، قادة حماس بيعملوا لقاءات تلفزيونية جوه مصر على مرأى ومسمع من العالم كله، واللي رايح واللي جاي بيتفرج عليهم، ومحدش بيتجرأ ولا حد عارف يعمل حاجة. يا حول الله يا رب. طب وبعدين بقى في الجيش المصري، جيش التيك توك اللي ولا بيدفع جزية ولا بيدفع هدايا للناس الكبارات دول بقى. على فكرة مصر القاهرة وشرم الشيخ اقرب بكتير قوي من الدوحة، يعني مش هتبقى محتاج اللفة اللي انت عملتها علشان توصل للدوحة، يعني الموضوع مش محتاج البوليكة دي. وبكده وبكل بساطة احنا عارفين مين اللي بيدعي القوة ومين القوي بحقه حقيقي. مين الجيش اللي بقاله عشرات السنين اللي يقول لك انا الاسد اهو وانا الاسطورة، والاسد بيتصاد والاسطورة بتتحطم. تخيل انت سبع البرومبا ده مش عارف يتعامل مع ميليشيات جوه قطاع، ما بياخدش خطوة وما بيتشطرش وما بيضربش غير الاقل منه الاضعف منه. لكن لو اتوازد بس، انا مش عايز اقول ان انت بتقابل عدو اقوى منك، لو اتوازد بس القوة عمره ما هيواجهك، وعمره ما هيقدر يفكر ان هو يواجهك اصلا. المهم نخش في موضوعنا. وفد حماس برئاسة خليل الحية كان وصل القاهرة، ومن القاهرة وصل لشرم الشيخ عشان وفد حماس يوصل لحل ويتوصل لوقف إطلاق النار من خلال وساطة مصر. وفد حماس التقى بمراكز كبيرة قوي في مصر، منهم رئيس المخابرات المصرية، والنقاش اللي دار حوالين فتح الميناء البري ميناء رفح من ناحيه اسرائيل، ووقف اطلاق النار داخل قطاع غزه، وان الحياه ترجع تعود للاول زي طبيعتها. والكلام المبدئي اللي كان عايزه وفد حماس قبل ما يبدا اي مفاوضات او اتفاقات ان هو يولي شخصيات وطنيه مستقله تمسك زمام الامور داخل قطاع غزه لغايه لما يبقى فيه انتخابات او اختيار لقادة غزة في المستقبل. والمقترحات المصرية القطرية بتقول ان لازم يبقى فيه وقف اطلاق نار واطلاق اسرى من الجانبين، جانب حماس وجانب اسرائيل، ويتبادلوا الاسرى والوضع ينتهي لحد كده. ودي كانت الفولة والزيتونة والخلاصة لكل اللي بيحصل والحكاية اللي دايرة اليومين دول. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.